السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي الكرام، كل عام وحضراتكم بألف خير. طبعا العام الدراسي الجديد ابتدى. هعمل معاكم النهاردة روتين كامل في شقتي. هنغسل السجاد وهنغسل البوتاجاز وهنغسل الهدوم يعني كل حاجة بقى في البيت. هنعملها روتين مع بعض النهاردة. بتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، تضغطوا لايك وتشجعوني كده بكلمة حلوة منكم. ويلا بينا نبدأ ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده الحوض الوش بتاعي يا جماعة زي ما انتوا شايفين. غسلته كويس جدا ونشفته. هستعرض معاكم بقى شوية مشتريات كده اشتريتها. الطماطم الحمد لله سعرها نزل زي ما انتوا شايفين كده. طماطم حلوة قوي ودلوقتي بقت ب10 جنيه. ده السمك بتاعي شويته في السوق وانا جاية، وطبعا بيملحوه. الخيار دلوقتي بقى ب10 جنيه. التين ب20 جنيه. حبيت اقول لكم يعني الاسعار كده اللي انا اشتريت بيها. المانجا دلوقتي ب30 و35 جنيه. طبعا المكرونة ب20 جنيه والشعرية والحاجات دي بقى والملح والكلام ده كله. دي كانت مشترياتي وانا جاية من السوق. لميت الغسيل بتاعي من على المنشر من بره وابتديت اطبقه دلوقتي على السرير زي ما انتوا شايفين. لميت ملايات السراير وغسلتها وفرشت بقى دلوقتي ملايات جديدة زي ما انتوا شايفين. دول اولادي بقى الدباديب حبايب قلبي. ودي يعني العروسة بتاعتي. هبتدي دلوقتي اغسل في السجاد. طبعا دي مية وكلور وصابون سايل على اريال او اي مسحوق يعني عندك غسيل. نقعتهم شوية كده يعني بحطه في الجردة المية عندي، بحط فيه الحاجات دي كلها وبضيفها عليه على السجادة وبسيبها شوية كده تتنقع بيهم. وببتدي بقى احط عليها شوية مية تاني واغسلها دلوقتي بالفرشة واشد بالمساحة وارجع احط مية واشد بالمساحة كده على طول يعني. لحد طبعا ما السجاد بتاعي ينضف ويبقى زي الفل. بسيبه بقى كده يصفى شوية من المية في الحمام وبعدين بنشره على السطح. دي أرضية الحمام دلوقتي السيراميك. طبعا بنضفه بعد ما غسلت السجاد. ده البانيو. برضو نفس الحكاية دعكته كويس جدا بالفرشة. وطبعا الكلور أهم حاجة عندي هو والخل. زي ما انتوا شايفين البلاط كله بقى بيلمع وزي الفل زي ما احنا شايفين. دخلت بقى على المطبخ دلوقتي. البوتاجاز بتاعي زي ما انتوا شايفين كده برضو حطيت عليه صابون سايل على شوية كلور وسبته شوية على ما غسلت السجاد ورجعت له. بصوا مش بقى يعني كل البقع اللي كانت عليه خلاص بايشة خالص. مجرد بس مسحة خفيفة كده بالفرشة بتاعتي كل حاجة بتطلع بفضل الله يعني. هبتدي بقى اجيب فوطة ناشفة وهطوقه وهرجع تاني ابلها مية وارجع اطوقه كده يعني لحد ما ينضف معايا. مش عايزة بس اطول عليكم الفيديو او مش عايزة ارغي كتير. نصلي على رسولنا الكريم. وده شكل النهائي للبوتاجاز بتاعي بعد ما نضفته. مواعين بقى في الحوض زي ما انتوا شايفين مش بيفضى خالص من المواعين. هبتدي دلوقتي يعني اغسلهم كلهم كده. ارغي عليهم في الاول يعني وبعدين هشطفهم معاكم. نصلي على رسولنا الكريم كده واحنا بنشتغل. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين الكبشة؟ يعني كل ما نقول الحوض خلاص في ضمن المواعين مفيش فايدة بيتملي تاني كل يوم كل يوم. لما بصراحة عاوزين نولع في الحوض ده علشان ما عادش يجي فيه مواعين تاني. اخلص بقى كل الكمية كده وابتدي اغسلهم معاكم تاني.
طبعا دي الحلل السيراميك كلكم عارفينها يعني. نبتدي دلوقتي نشطف بقى بالمية، وبكفيهم بقى يعني بكفيهم كده على وشهم هنا على الرخامة لحد ما يصفوا معايا خالص. وبعدين بنعينهم في الضلف بتاعتهم يعني، او على الارفف زي ما انتوا حابين. يلا اللي ما ضغطش اللايك بقى يضغط اللايك كده ويستمر معايا في الفيديو. وبعد ما خلصنا الغسيل هندخل بقى دلوقتي على الطبيخ. طبعا هطبخ النهاردة محشي ورق عنب زي ما احنا شايفين، ومعاه فرخة كده حلوة هنشويها في الفرن. طبعا جهزت الطماطم بتاعتي غسلتها كويس وحطيتها دلوقتي في درع الخلاط علشان نضربها مع بعض. الفرخة بتاعتي طلعتها علشان تفك يعني من التلج. طبعا معايا الفلفل الحامي ده بحبه جدا، بحب اقليه كده واحمره في الزيت وافطر بيه، بحبه جدا جدا. البصل بتاعي هبتدي اقشره والثوم بقى ونجهز علشان المحشي بتاعنا. هنا كنت بوريكم الحوض يعني قبل ما كنت اشتغل فيه يعني. وطبعا حطيت دور تاني في الغسالة جنب مني كده وانا بشتغل. دلوقتي بقى هنجهز للمحشي. هناخد الطماطم دلوقتي ونضربها في الخلاط ونعصرها قبل ما الكهرباء تقطع. اول حاجة بعملها في الاكل هو الطماطم، عشان اضمن بس ان الكهرباء راحت او كده اكون انا جاهزة بالطماطم بتاعتي. معلش انا بقرب يعني علشان لو التصوير مش واضح او حاجة. طبعا بعصر الطماطم كويس جدا. دلوقتي البصل بتاعي هفرمه في الكبة الجميلة دي، كبة التركي، هو والفلفل والثوم. طبعا يعني اجهز حاجتين للمحشي وفي نفس الوقت لتتبيلة الفرخة اللي هشويها في الفرن. تمام تمام. هنبتدي بقى، هي صغيرة بس جميلة جدا والله، احلى من الكبيرة كمان يعني، بتفرم كويس جدا وبتنعم الحاجة زي ما هوريها لكم دلوقتي. هبتدي بقى احط كده، بس بنقطعهم صغير يعني البصل والفلفل والثوم وكل بقى مكونات المحشي اللي عندك. نذكر بعد برضو ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا بضربها كويس جدا وبنعمها علشان تتبيلة الفرخة المشوية، وكمان علشان المحشي البصل يبقى دايب فيه كده مش باين يعني او مش ظاهر. طبعا حلة على النار وهنحط فيها السمنة والمادة الدهنية اللي عندك، سمنة او زيت. هنزل بشوية من البصل بتاعي هنحمرهم، وهنسيب الباقي علشان نحطه مع خلطة الرز في الاخر قبل ما نبتدي يعني نحشي. هنحمر شوية البصل دول في الاول كده. طبعا فرمة معاه التوم يعني في الكبة زي ما شفنا في الاول. حطيت فلفل من اللي هو الحامي، قطعته وحطيته معاه،
ودلوقتي هننزل بعصير الطماطم بتاعنا. وهنسيبها بقى تتسبك كويس جدا ولحد ما تنشف معايا خالص. بوريكم بقى التوابل اللي هستخدمها في المحشي وكمان مع تتبيلة الفراخ المشوية، كل انواع البهارات بالاضافة للملح طبعا. دي الفراخ بتاعتي يا حبايب قلبي، قطعتها 4 اجزاء زي ما احنا شايفين، وهبتدي اضيف عليها دلوقتي التتبيلة اللي انا عملتها، البصل اللي فرمناه مع الفلفل مع الثوم زي ما احنا شايفين في الكبة، بالاضافة لكل انواع التوابل والبهارات زي ما قلنا مع بعض. هحط عليها كل الخلطة دي بين الجلد واللحم كده، وهنسيبها لمدة ساعتين. هو يفضل يعني كل ما تسيبها فترة اكبر بتاخد طعم طبعا التتبيلة وبتبقى خطيرة. وهنحطها دلوقتي في الفرن ونغطيها بورق الفويل لمدة ساعة في الفرن. انا مولعه الفرن قبل ما احطها طبعا. وبعد ساعة هنشيل الفويل من عليها وتكمل سوا. دي تسبيكة المحشي بتاعي ابتدت تنشف دلوقتي وتستوي معايا، ريحتها خطيرة والله قلب المطبخ. هنسيبها بس تتنشف شوية. تمام كده. هنبتدي بقى نضيف لها دلوقتي الرز والبصلة النية اللي انا فرماها في الاول وقلتلكوا هنسيبها للاخر. هضيف الرز بتاعي وبعدين البصل والثوم بالاضافة للخضرة بتاعتنا. ودلوقتي فرشت كده شوية من الخضرة في الحلة اللي هنعمل فيها المحشي. وهبتدي بقى دلوقتي نلف المحشي بتاعنا. طبعا كان عندي شوربة عينها في الفريزر طلعتها وغليتها، حطيتها على المحشي بتاعي وعقدت عليه. طبعا المية بتساوي اخر سطر علشان ما يعجنش منك. دلوقتي هو بدأ يغلي وتشرب الشوربة. هنهدي عليه النار بقى ونسيبه يكمل سوا، ونروح نبص على الفرخة بتاعتنا. فات ساعة دلوقتي كشفت عليها وسبتها على الشبكة كده ربع ساعة كمان، وهنولع الشواية ونحمرها مع بعض. وده يا حبايب قلبي كان الغدا بتاعنا النهاردة. اتمنى ان هو يعجبكم. الفراخ المشوية مع المحشي